الحمد لله على السلامة، وتحدثنا عن إصابة كابتن ياسر. الله يسلمك ويعافيك. والله الإصابة زي ما الكل عارف إنه كانت في مباراة الاتحاد. بعد الكشف الطبي تبين إن في كدمة قوية يعني، وفيها العضلة تمدد يعني، إن شاء الله إنها ما تاخذ أكثر من أسبوع إلى 10 أيام إن شاء الله. كابتن ياسر، ظهر أمس حديث أنه انضمام كابتن ياسر القحطاني للمنتخب السعودي ومشاركة في بطولة كأس الخليج. أفتخر كثير يعني في الثقة اللي دائما ألقاها من الجهاز الفني والجهاز الإداري في المنتخب، وأنا قلتها من قبل ولا زلت أقول إن أنا في خدمة تحت رهن إشارة المنتخب في وقت ما يكون في حاجة ياسر. أمس حصل صحيح وحصل اتصال بيني وبين الكوتش ريكارد، وتناقشنا في أمور كثيرة يعني، ووضحت لأن السبب أنه رغبتي في اعتزال المنتخب أنه كان بسبب رغبتي في يعني جعل الفرصة تكون كاملة للوجوه الشابة، لأن المنتخب كان بعد خسارة التأهل إلى 2014 كأس العالم. المنتخب كان يعني المفروض إنه يبحث عن تشكيلة جديدة ووجوه شابة يأخذون فرصة كاملة علشان يشاركون في البطولات القادمة إن شاء الله. ولكن بين لي الكوتش إنه لا زال إنه يعني يتمنى تواجد لعيبة الخبرة يعني مع مزيج من الشباب، وأقنعني للأمانة. وأنا قلتها من قبل إنه متى ما شفت أنه في سبب يدعو اني اكون في المنتخب انا في اي لحظه متواجد. ظهر حديث الكابتن ياسر القحطاني بلين اكسر قرار اعتزالي بمشاركه في مباراه وديه، البعض نسبها الى ممكن مباراه الارجنتين، الان بطوله الخليج. لا انا اقول لك هو يعني انا اقول لك سبب من الاسباب يعني اذا كنت حكسر قرار اعتزالي الدولي يعني، انه انا اشكر حتى كمان المنتخب السعودي وايضا مدرب ريكارد على احترافيتهم يعني في الموضوع. المباراه الوديه هي مباراة تجريبية يعني، وبالعكس يعني المباراة الودية والتجريبية مفروض انه ياخذ فيها الفرصة اكثر اللي هم شبابنا اللي ان شاء الله المستقبل راح يكون عليهم، وهذا اللي حصل. لكن وقت البطولة تفرق يعني، البطولة الرسمية تختلف نوعا ما من وجهة نظر المنتخب، إدارة المنتخب او الجهاز الفني في المنتخب اقصد. فزي ما قلت لك انا تحت رهن إشارة المنتخب في اي وقت، ومتى ما كان هناك سبب يعني لتواجدي. والمدرب ريكارد يعني شرح لي امور كثيره اقنعني فيها انه تواجدي يعني يكون انه يعني مهم في المنتخب.